بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الكرة مع عادل في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. في بداية لقائنا ما تنسوش دعمونا بلايك وشير ومتابعة للقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. النادي الأهلي يختتم مبارياته في بطولة الدوري العام بالتعادل السلبي مع المصري البورسعيدي. تعادل سلبي بدون أهداف. مارسيل كولر فاجئ كل جماهير النادي الأهلي بالتشكيل اللي نزل الملعب. التشكيل ما فيهوش أي حد من الأساسيين من اللعيبة الكبار اللي احنا نعرفهم، غير حارس المرمى علي لطفي، رامي ربيعة طبعا كان بيلعب المباراة، وخالد عبد الفتاح في الباك اليمين، وطاهر محمد طاهر. دول اللعيبه اللي كان مارسيل كولر بيعتمد عليهم في مباراه المصري. الباقي لعيبه هو حابب يبص عليهم. طبعا هو محتاج ان هو يبص على الاربع لعيبه اللي انا قلتهم لحضراتكم، وكان محتاج يبص على بعض الناشئين. امبارح بصراحة أدوا مباراة مقبولة لدرجة كبيرة جدا، ولكن ده يعني أرضتني كأحد جمهور النادي الأهلي، ولكن لم ترضي مارسيل كولر. إن هو في المؤتمر الصحفي قال لاعيبة الأهلي المفروض علشان تقنعك إن أنا أعتمد عليها المفروض تديلك بصيص من الأمل، يديك لمسة، يديك لقطة فنية، يضغط على نفسه. ولكن الكلام ده ما حصلش. ان اي لاعب المفروض بيضغط على نفسه. الناشئين اللي انا اعتمدت عليها ما ادونيش اي اماره ان هم عندهم حاجه كويسه ان انا ممكن اعتمد عليهم. آه، الا معتز، طبعا معتز محمد اللي هو كان بيلعب جنب رامي ربيعه اللي هو المساك. ده اللي اعطانا بعد المحاضره الفنيه، ولكن اتصاب وطلع. بعد المباراه مارسيل كولر طلب لقاء مع اجتماع مع لجنة التخطيط للحديث عن بعض الأمور الفنية في المباراة. اجتمع النهاردة مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح، وبحضور كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن زكريا ناصف. واتكلم معاهم قال لهم يا جماعه شهر اغسطس ده شهر مهم جدا بالنسبه لي. الموسم بالنسبه لنا انتهى دوري ولكن لم ينتهي كاس. انا في مباراه بيراميدز ومباراه المصري لعبت 11 لاعب علشان اشوف ممكن ان هم يفيدوني ولا ممكن نستغنوا عنهم. بصراحه ال 11 لاعب اللي انا بصيت عليهم لم يقنعيني ان هم ممكن يقدموا حاجه للنادي الاهلي في الموسم القادم. كابتن محسن صالح قال له طب مين الناس دي؟ قال له انا هحضر لحضرتك تقرير باللعيبه ديت ان انتم ممكن تبيعوهم او تطلعوهم اعاره، فاكون كده ان انا اقدر افضي مراكز اعتمد على لعيبه اخرين. ممكن اعتمد على ناشئ عنده 16 سنه ممكن يديني اكتر من اللاعب ده، لان انا اعطيته فرصه واثنين وثلاثه ولم يقنعني. نتمنى ان شاء الله ان مارسيل كولر يحط ايده على كل نقاط القوه والضعف بالنادي الاهلي، لان احنا الموسم القادم داخلين على موسم صعب جدا. النادي الاهلي طبعا نوهت لحضراتكم امبارح ان احتمال اتحاد الكره ياجل مباراه الداخليه في كاس مصر. اتحاد الكره رفض تاجيل مباراه الداخليه. اصبح لزاما ان النادي الاهلي هيلاعب الداخليه يوم 30 7، وفي حاله صعوده ان شاء الله يلتقي النادي المصري يوم 3 8. ده طبعا اتحاد الكرة أصر على لعب مباراتين الأهلي في كأس مصر. في حالة فوزه هيلاعب النادي المصري. النادي الأهلي هيلعب في دور ال 16، في حالة فوزه هيلاعب النادي المصري في دور الثمانية لكأس مصر. مارسيل كولر طبعا لمح للجنة التخطيط ان انا
محتاج لعيبة في كذا مركز وذاكر اللاعبين 1 2 3. ما قدرتش تجيب لي رقم 1 قدامك رقم 2، ما كانش يبقى رقم 3، والتلاتة على مستوى واحد. بنتمنى ان هم يوفوا له طلباته ان شاء الله. طبعا اتكلمنا عن رضا سليم، لاعب المغربي لاعب الجيش الملكي المنضم حديثا للنادي الاهلي، يصل مصر غدا ان شاء الله. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لرضا سليم مع النادي الاهلي. طبعا النهارده 27 فتح باب القيد في الموسم الجديد. اصبح النادي الاهلي من حقه ان هو يأيد امام عاشور، ان هو يلعب معاه، ورضا سليم لما يوصل ويتعمل المؤتمر الصحفي بتاعه ويجتاز الكشف الطبي، النادي الاهلي ممكن ان هو يسجله. صلاح محسن العائد من الإعارة في نادي سيراميكا، ممكن النادي الأهلي يقدر يأيده وممكن يلعب معاه مباراة الداخلية. إمام عاشور مش يقدر يلعب مباراة الداخلية لأن إصابته لسه حاليا بيتأهل من الإصابة اللي هي لحقت به. ففتح باب القيد النهارده، كل الأندية اللي ضمت صفقاتها ممكن إن هي تلعب معاها. الداخلية في حالة ضمه لصفقات جديدة ممكن إن هي تلعب معاه كأس مصر. نفس الوضع لنادي المصري. دي كانت آخر أخبار النادي الأهلي، ولكن خبر سيء اللي هو اجتماع لجنة التظلمات يوم الأحد القادم للبت في شكوى نادي بيراميدز ضد الشحات، ضد حسين الشحات، والبت والنظر في شكوى نادي الزمالك ضد كهربا. هناك تخطيط لإقصاء حسين الشحات وإقصاء كهربا من مباريات الأهلي في كأس مصر للإطاحة بالنادي الأهلي من كأس مصر. بنتمنى يكون كلامنا غلط ويبقى النتائج غير كده. آخر أخبارنا عن نادي الزمالك، ونادي الزمالك إن شاء الله يبدأ أولى مبارياته في البطولة العربية غدا الجمعة بلقاء الاتحاد المنستيري بطل تونس. بنتمنى التوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك ليجتاز أولى مبارياته في البطولة دي، لأن هو بيلعب باسم مصر. نادي الزمالك طبعا عليه إيقاف من القيد، واستعاد لاعبيه من الإعارة. فهل الزمالك خلص مشاكله مع الاتحاد الدولي حتى يتمكن من قيد لاعبيه؟ ده اللي هيبان لنا إن شاء الله في مباراة الغد. هل اللعيبة العائدين هيلعبوا مع الزمالك ولا لن يتمكن من قيدهم؟ عامة نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. في نهاية لقائي مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.